وسع بقى للبشاميل الجامد قوي. هعمل النهارده بشاميل بالفراخ، بس ايه طعمها بجد جامد جدا. تعالوا بقى، عايزاكم كده تشوفوا بقى المكرونه الجوسي الجامده جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هبدا اللي انا اعملها وهي الحشوه بتاعه الفراخ. جبت الفراخ وقطعتها شرايح كده، تمام. بعد كده بدات اللي انا رشيت عليها ملح وفلفل، واديتها تشويحه في زيت وزبده، تمام. اهم حاجه هنا انا لسه معليه عليها النار. هجيب بقى بصل وفلفل اخضر او فلفل احمر، وهضربهم كويس جدا في الكبه لحد ما انعمهم. بعد كده هنزل على الفراخ بالبصل والفلفل الاخضر ده. هبدأ هنا ان انا احط البهارات بتاعتي. حطيت قرفة وحطيت بابريكا، حطيت بهارات فراخ وحطيت شوية سماق وحطيت البهارات السبعة. هقلب كويس جدا جدا، تمام. بعد كده هغطي عليها وهسيبها تستوي، وهبدأ ان انا اعمل الصلصة بتاعة المكرونة. انا بعملها بالصلصة، ويا جماعه باخد منكم طريقه رهيبه بسبب اللي انا بعمل المكرونه بالصلصه. بس كذا حد سالني على طريقه الصلصه بتاعتها، فقلت اعملها لكم في الفيديو ده بالمره. جبت البصل، حطيت عليه زيت وزبده، وقليتها كده لحد ما اخدت لون ذهبي. هحط عليها الصلصه البيوريه، والتركه دي بتفرق جدا معاها. بعد كده طبعا ضربت الطماطم في الخلاط وبدات ان انا اصفيها. وهحط البهارات على الصلصه دي، عباره عن ملح وفلفل بس. وبحط كمان معلقه صغيره كده من السكر علشان الحموضه. هسلق المكرونه نص سلقه، ما بسلقهاش سلقه كامله. بعد كده بقى هبدا ان انا احضر البشاميل بطريقه جامده جدا. بصوا انا بعمل البشاميل ني في ني، تمام. بجيب كوبايه من الشوربه، حطيت عليها 3 معالق كبار من الدقيق، قلبتهم كويس جدا لحد ما بقوا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. جبت لتر ونص من اللبن، حطيت عليهم معلقتين كبار من الزبده او السمنه البلدي، وبدات ان انا انزل عليه بخليط الشوربه والدقيق. شوربه الفراخ بتديله طعم حلو جدا. لو مفيش شوربه، هاتوا كوبايه ميه دافيه وحطوا فيها مرقه وبهارات فراخ، هتدي برده طعم حلو جدا. البهارات اللي بحطها في البشاميل ملح وفلفل وجوز الطيب، دي اختياري، تمام. بيبقى بقى بشاميل بجد طعمه تحفه جدا. بعد كده هنا الصلصه خلاص كانت اتسبكت، والمكرونه خلاص كانت استوت. حطيت المكرونه عليها الصلصه وعليها صوص بشاميل كده، بيديها طعم حلو جدا. انا بحب صوص البشاميل يبقى خفيف. هبدا هنا ان انا اجيب الصينيه وابدا ان انا احط فيها البشاميل، وبعد كده المكرونه، وبعد كده طبقه الفراخ عايزه اقول لكم طلع طعمها جامد جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى ان ترصيص الطبقات دي براحتكم خالص يعني. بدات هنا اللي انا خلاص حطيت الطبقات كلها، وهبدا بقى اللي انا احط من فوق الوش البشاميل بتاعنا، تمام. بعد كده بدخلها الفرن، تاخد كده ربع ساعه تلت ساعه، وبطلعها ارش عليها رشه موتزاريلا كده خفيفه، وادخلها الفرن تاخد لون اللي هي تحت الشوايه على طول، وتطلع بقى احلى مكرونه بشاميل بجد جامده جدا. عايزاكم بقى كده تحبوها معايا، وما تنسوش اهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، وتكتبوا لي تريكاتكم ايه في البشاميل. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال، باي باي حلوين. بابا حامي.